خلينا متفقين ان الست النظيفه لازم تعمل كده قبل ما تنام، لان نظافه مطبخها بتبدا من نظافه فوط المطبخ بتاعت الغساله الكتكوته دي. بقى هتخلي الموضوع اسهل واسرع. بصراحه انا ما كنتش متاكده انها هتعجبني، بس طلعت حلوه جدا. واحلى حاجه فيها ان هي ما بتاخدش اي مكان في التخزين. بيكون فيها تايمر علشان تحددي مده دوره الغسيل، وكمان معاها خرطوم لصرف الميه وعصاره، والفيشه اللي بتتوصل بالكهرباء. دي بقى هتبقى عمليه قوي في الرحلات، المصايف، غسل هدوم البيبي، الشرابات، المفارش، الحاجات الصغيره اللي عايزين نغسلها بسرعه دي. وكمان هنقدر ناخدها معانا في اي مكان بمنتهى السهوله. غسلت فيها فوط المطبخ وحددت مده الغسيل على 5 دقائق، وعايزه اقول لكم نظفت الفوط جدا. بصوا اصلا شكل الميه عامل ازاي. خلصت وبعد كده صرفت الميه كلها، وندخل على تاني مرحله، وهي مرحله شطف الفوط. اخر مرحله بقى هي مرحله العصر. غسلت فيها كمان التيشيرتات بتاعت بنتي، وغسلت بنداناتي وطرحي، وبصراحه كلهم نطفوا وبقوا زي الفل. راحه الغساله عجبتني قوي، منجزه وعمليه وسهله جدا في الاستخدام، وما بتاخدش زي ما قلت لكم مكان في التخزين خالص. خلينا متفقين ان الست النظيفه لازم تعمل كده قبل ما تنام، لان نظافه مطبخها بتبدا من نظافه فوط المطبخ بتاعت الغساله الكتكوته دي. بقى هتخلي الموضوع اسهل واسرع. بصراحه انا ما كنتش متاكده انها هتعجبني، بس طلعت حلوه جدا. واحلى حاجه فيها ان هي ما بتاخدش اي مكان في التخزين. بيكون فيها تايمر علشان تحددي مده دوره الغسيل، وكمان معاها خرطوم لصرف الميه وعصاره، والفيشه اللي بتتوصل بالكهرباء. دي بقى هتبقى عمليه قوي في الرحلات، المصايف، غسل هدوم البيبي، الشرابات، المفارش، الحاجات الصغيره اللي عايزين نغسلها بسرعه دي. وكمان هنقدر ناخدها معانا في اي مكان بمنتهى السهوله. غسلت فيها فوط المطبخ وحددت مده الغسيل على 5 دقائق، وعايزه اقول لكم نظفت الفوط جدا. بصوا اصلا شكل الميه عامل ازاي. خلصت وبعد كده صرفت الميه كلها، وندخل على تاني مرحله، وهي مرحله شطف الفوط. اخر مرحله بقى هي مرحله العصر. غسلت فيها كمان التيشيرتات بتاعت بنتي، وغسلت بنداناتي وطرحي، وبصراحه كلهم نطفوا وبقوا زي الفل. راحه الغساله عجبتني قوي، منجزه وعمليه وسهله جدا في الاستخدام، وما بتاخدش زي ما قلت لكم مكان في التخزين خالص. خلينا متفقين ان الست النظيفه لازم تعمل كده قبل ما تنام، لان نظافه مطبخها بتبدا من نظافه فوط المطبخ بتاعت الغساله الكتكوته دي. بقى هتخلي الموضوع اسهل واسرع. بصراحه انا ما كنتش متاكده انها هتعجبني، بس طلعت حلوه جدا. واحلى حاجه فيها ان هي ما بتاخدش اي مكان في التخزين. بيكون فيها تايمر علشان تحددي مده دوره الغسيل، وكمان معاها خرطوم لصرف الميه وعصاره، والفيشه اللي بتتوصل بالكهرباء. دي بقى هتبقى عمليه قوي في الرحلات، المصايف، غسل هدوم البيبي، الشرابات، المفارش، الحاجات الصغيره اللي عايزين نغسلها بسرعه دي. وكمان هنقدر ناخدها معانا في اي مكان بمنتهى السهوله. غسلت فيها فوط المطبخ وحددت مده الغسيل على 5 دقائق، وعايزه اقول لكم نظفت الفوط جدا. بصوا اصلا شكل الميه عامل ازاي. خلصت وبعد كده صرفت الميه كلها، وندخل على تاني مرحله، وهي مرحله شطف الفوط. اخر مرحله بقى هي مرحله العصر. غسلت فيها كمان التيشيرتات بتاعت بنتي، وغسلت بنداناتي وطرحي، وبصراحه كلهم نطفوا وبقوا زي الفل. راحه الغساله عجبتني قوي، منجزه وعمليه وسهله جدا في الاستخدام، وما بتاخدش زي ما قلت لكم مكان في